عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس. دخلوا تشوفوا واحد الكيكه والمقادير ديالها ساهلين ماهلين. نتمنى تعجبكم ونتمنى يجيو المقادير ديالها ساهلين ماهلين واي واحد يستافد معنا بهاد الكيكه ان شاء الله يا رب الحبيب. شكرا للبنات كاملين وشكرا للمجموعه ديالنا الطيبه وشكرا للناس اللي كيدخلوا يديروا كومونتيرات. الله يسهل عليكم الله يعاونكم وشكرا بزاف بزاف وتحياتي للجميع. عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس كلشي مزيان. فيديو جديد ونهار جديد مع اسراء الجوهره. اليوم جيت نحضر معكم واحد الكيكه عاديه. شحال هذه ما درت معكم الكيكات ديالي، واليوم قررت باش نعمل معكم واحد الكيكه ان شاء الله تجيني زوينه يا رب الحبيب. تحياتي ليكم. شحال مره كنسجل الكيكه صراحه وما كنكملش عليها وكنمسحها. المهم عندي هنا 4 ديال البيضات، عندي هنا خميره ديال الحلوى، راه غنزيد وحده اخرى بحالها، عندي هذه ديال الزهر، عندي كاس ديال الزيت كما كتشوفوا كاس كبير، وعندي السكر كاس كبير، وعندي كاس ديال الحليب كبير. يعني انا غنعمل حجم كبير لانني عملت 4 ديال البيضات، وان شاء الله تكون كيكه غزاله وعاديه خوتي. اي واحد يقدر، هاد المكونات يكونوا عنده في الدار فهمتوا. عندي هنا زلافه ديال الطحين كما كتشوفوا، عندي هنايا الخل، هانتوما المكونات اخوتي. بحال الزيت كيكون عندنا في الدار، بحال السكر كتكون عندنا في الدار، كاس ديال الحليب كيكون عندنا في الدار، الخل طبعا غير معلقه صغيره، 4 ديال البيضات صراحه بلدين وتقدروا ديروهم حتى روميين عاديين ويكونوا حراره المطبخ. يلا نبداو اخوتي خواتاتي. غنبداو بالبيضات نكسروهم معكم ونرجعوا. كتشوفوا انا كسرت معكم 4 ديال البيضات هنايا. بالنسبه للبيضات الاحسن ما يكونوش عندكم في الثلاجه باش كيطلعوا لكم بيض وكتجيكم الكيكه غزاله. بالنسبه للطحين يعني اذا كان باقي خصكم غادي تزيدوا، يعني ماشي غير زلافه كتقد. يعني اذا قدرتوا، كان بعض المرات كيكون الحجم ديال البيضه كبيره، بعض المرات كيكون الحجم ديال البيضه صغيره، يعني ما نقدروش نقول لكم واش زلافه كافياكم ولا لا فهمتوا. هادشي اللي كاين. دابا غادي نخلط معكم هاد البيضات بالخلط الكهربائي وغادي نرجع معكم لان غادي نعمل شويه الصداع، غنقطع حتى نخلطهم عاد نرجع معكم. صافي اخوتي، ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج، واذا عجبتكم الكيكه وعجبكم المقادير كتبوا لي شي كومونتيرات زوينين. ضبلوا اخوتي الكومونتيرات عافاكم، والبارطاج والمنتدى طبعا ما تنساوناش الحباب العزاز. يلا حبيباتي خليكم معايا حتى نكمل. طلعت البيض كما شفتوا، غندير السكر هانتوما، وغندير خنيشه ديال الزهر. ها هي خنيشه ديال الزهر غنديرها حتى هي مع هاد السكر، وغندوب هاد السكر مزيان، وديك الساعه غندير عليهم الزيت وغندير عليهم الحليب. خليكم معايا. انا كنبغيش اخوتي على حساب كيعمل الصداع داكشي كنبغي كنقطع عاد كنعاود معكم. صافي نتوما حبات ديالي طلع دابا السكر والبيض. غنعمل الزيت، ها هو كاس زيت كبير. نتوما على حساب المول ديالكم، بغيتو ديروا 2 بيضات ديروهم، ديروا 3 بيضات، المهم نقصوا المكونات وصافي حساب المول اللي عندكم وعلى حساب كل واحد والقياس ديالو. هذه كيكه عاديه يعني ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها دانون، ما فيها كاكاو، ما فيها حتى شي حاجه، يعني ماشي ما كدي اقتصاديه فهمتوا. اقتصاديه اي واحد يقدر يديرها في دارو. عملت هنا الزيت، عملت البيضات 4، وعملت السكر كاس الزيت، وعملت خنيشه ديال الزهر، وعملت كاس الزيت، ودابا غنعمل كاس ديال الحليب. ها هو كبير حتى هو كما كتشوفوا. انا كنعاود معكم مكونات باش كنشرح لكم وصافي اخوتي على حساب كل واحد وكيفاش كيعجبو يدير الكيكه ديالو. المهم انا الكيكه ديالي كنحاول نشارك معكم الكيكه ديالي كيفاش كتجيني. بصراحه كتجي زوينه وكتجي طالعه ويعني اقتصاديه فهمتوا. نتمنى تعجبكم ونتمنى الكومونطيرات ديالكم يكونوا زوينين. شحال من وحده يعني كاين دابا تبارك الله كيكات بالمناضه، كاين كيكات بالحليب، كاين كيكات بالشوكولات، كاين كيكات بالدانون، يعني كل واحد كيفاش كيتفنن في الكيكه ديالو. هذه انا بغيت ندير لكم عاديه مشاركه معكم، وعلى الله تعجبكم والله تطلع زوينه ان شاء الله يا رب الحبيب.
لان الكيكات كل واحد يدو خوتي على حساب اليد ديالك، فهمتوا؟ يلا خليكم معايا، غادي نخلط هذا الشيء وغادي نرجع معكم. دابا عملت كلشي يعني خلطتهم. دابا غادي نعمل هاد الزلافه ديال الطحين كما كتشوفوا. ها هي اختي والو واحد اليد كنقدرش نخدم به بالطريقه. عاد نعمل الخميره خوتي، فهمتوا؟ عاد دابا غادي ندير الخميره وصافي. ها نتوما دابا عملت جوج خميرات كبيتهم بجوج بيهم، وعملت زلافه ديال الطحين وغادي نخلطهم مزيان، وعاد ندير لهم شويه ديال الخل. صافي خليكم معايا. وهانتوما كتشوفوا المول ديالي عملت له الطحين. نتوما انا ساليت كلشي اخوتي. المول ديالي عملت له الطحين، ها هو عملت له الزيت وعملت له الطحين. بغيت نعمل له الزبده وعملت له الطحين ماشي مشكل يعني، جوج ديال الحاجات. المهم هذه عملت هنايا الطحين، يعني الكيكه ديالي غير نكملها ونخشيها في الفران. باقي لي شويه ديال الخل غنديرو دابا. هانتوما دابا الطحين عملته خلطته شويه. دابا غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل كما كتشوفوا. ها هي معلقه غير صغيره حسب الكميه اللي عندكم، لان عندي كميه كبيره شويه. غنعمل شويه كميه زايده ديال الخل. صافي غادي نخلط كلشي وغنديرو في المول ديالي. ويمكن نقدر نزيد شويه ديال الطحين على حسب بانت لي العجينه يعني معرفتش. المهم هي كتكتب بهم الرقم 8 كما كتشوفوها، يعني ضروري تكتبوا بها الرقم 8 باش كتكون عجينه كامله مكموله. هانتوما غادي نشارك معكم الشكل النهائي. شوفوا اخوتي كيكه عاديه، يعني احسن ما تشريوها من الحانوت ديروها بيديكم احسن، كتقدم اقتصاديه، كدوز لكم مده على حسب المول اللي عندكم. هانتوما حبيباتي في البون ديالها يعني عملت هنايا الكيكه ديالي. غادي دابا غنخشيها في الفران ملي تخرج ان شاء الله غادي نشاركها معكم. حاولوا ديروها مساويه. هانتوما خليكم معايا. نتمنى البنات اللي شاف هذا الفيديو يكملوا من الاول حتى الاخر. شجعونا على هذه الفيديوهات، احنا ما كنتشجعوش لان المشاهده قليله. المشاهده البنات كيدخلوا الفيديوهات وما كيكملوهمش. نتمنى منكم البنات ملي يدخل شي فيديو يكملوا من الاول حتى الاخر، يدير لايك ديالو ويهضر على الفيديو، يعني شنو اللي تخلي، شنو استفد منه، وشنو الحاجه اللي درنا فيها غلطه. نتمنى البنات كاملين بكم ديروا اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم فضلا وليس امرا. وتحياتي للجميع، ونتمنى هاد الكيكه تجي زوينه ونشاركها معكم ان شاء الله. المكونات نتوما شفتوهم بساط بزاف، اي واحد يقدر يكون عنده في دارو ويقدر يديرو. انا كنشارك معكم حاجه بسيطه خوتي على قد الجهد ديالي، ونتمنىكم تشجعوني. في البون ديالها يعني عملت هنايا الكيكه ديالي. غادي دابا غنخشيها في الفران ملي تخرج ان شاء الله غادي غنشاركها معكم. حاولوا ديروها مساويه. هانتوما خليكم معايا. نتمنى البنات اللي شاف هذا الفيديو يكملوا من الاول حتى الاخر. شجعونا على هذه الفيديوهات، احنا ما كنتشجعوش لان المشاهده قليله. المشاهده البنات كيدخلوا الفيديوهات وما كيكملوهمش. نتمنى منكم البنات ملي يدخل شي فيديو يكملوا من الاول حتى الاخر، يدير لايك ديالو ويهضر على الفيديو، يعني شنو اللي تخلي، شنو استفد منه، وشنو الحاجه اللي درنا فيها غلطه. نتمنى البنات كاملين بكم ديروا اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم فضلا وليس امرا. وتحياتي للجميع، ونتمنى هاد الكيكه تجي زوينه ونشاركها معكم ان شاء الله. المكونات نتوما شفتوهم بساط بزاف، اي واحد يقدر يكون عنده في دارو ويقدر يديرو. انا كنشارك معكم حاجه بسيطه خوتي على قد الجهد ديالي، ونتمنىكم تشجعوني. طبعا الحبيبات ديالي خرجت الكيكه ديالي من الفران كما كتشوفوا. شو تبارك الله تحمرت من الفوق من التحت، والله العظيم لا جا فيها واحد الشكل غير ما شاء الله. اي والله ما شعلت لاخوتي من الفوق. صراحه صافي ملي حليت عليها لقيتها هكا طابت من الفوق ومن التحت. شديتها واحد العويد ديال الشوا كنحطو فيها بحال هكا، صافي بانت لي طايبه ما شاء الله. صافي وجبدتها كما كتشوفوا.
وهذا هو الشكل ديالنا. شوفوا كيفاش جات اخوتي، زوينه ياك؟ والله العظيم صراحه اقتصاديه ولا حسب العواد المدرسه. الانسان يعني كيلقى واحد الحاجه في الدار، ملي كديرها بيديك كتاكلها وانت مطمئنه، يعني واحد الحاجه اقتصاديه وغزاله ما شاء الله. ها نتوما كما كتشوفوا حبيبات ديالي، ها نتوما محمره، جات من فوق ومن تحت محمره. انا غادي نشاركها معكم في الطبيصه ونشاركها معكم كيفاش جات. يلا الحبيبات ديالي خليكم معايا. الحبيبات ديالي هذه هي الكيكه ديالي اللي وجدت معكم. كي جاتكم؟ غزاله تبارك الله، جات فنه خوتي واقتصاديه كما كتشوفوا. كما شفتوا البنات، كملت الفيديو ديالي معكم. نتمنى منكم اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم. جات الصراحه محمره من الفوق ومن التحت، جات غزاله ما شاء الله وانتم كتشوفوا. وحتى ملي كتكون البيض البلدي كتجي زوينه بزاف. غزاله تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شفتوا كيفاش جات. هانتوما الحبيبات ديالي، نتمنى منكم تعجبكم الكيكه ديالي ويعجبكم القياس اللي عملت فيها مناسب لكل اي واحد. هانتوما حبيبات ديالي، نتمنى منكم تعجبكم وتجيكم غزاله وتشاركوها مع الحباب والعزاز وتكملوا لي الفيديو البنات. تحياتي لكم. انا ما سقيتها حتى بشي حاجه، واللي بغى شي حاجه يسقيها. ما بغيتش اخوتي لان ولادي كل واحد شنو كيعجبو. واحد كيعجبو يعمل عليها واحد كتعجبو ناشفه، واحد كتعجبو بكوفيتير. هما يعني انتم كتعرفوا الوليدات الصغار تبارك الله ما شاء الله كل واحد والري ديالو. هادشي اللي كاين. ومع الوليدات كيكونوا مثلا ماشي مدرسه كديوها كوتي كتجيهم زوينه بزاف. هانتوما كما شفتوا الشكل ديالها كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله ومحمره. انا شحال هادي كنت كندير فيديوهات بزاف الكيكه. صراحه الكيكه كنديرها بزاف في الدار ديالي على حساب وليداتي كتعجبهم. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم وكملوها البنات من الاول حتى الاخر. الله يجازيكم بالخير. شكرا لكم ونتمنى لكم اللايكات والبارطاج فضلا وليس امرا، والدعم لهذه القناه الصغيره. وعلاش لا خوتي شي سوبر شاط باش يدعم لنا القناه ويكبر لنا. الله يجازيكم بالخير والله يرحم الوالدين. وشكرا للجميع حتى اللي درنا كومونتيرات ماشي زوينين، حتى هما الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بالخير. شكرا لكم بزاف.